في اليوم اللي قبل الأخير ليا في ألمانيا كان نفسي أعمل تجربة جديدة ومختلفة. ده أعلى برج في فرانكفورت. 53 54 هم دورين في الآخر بس مفيش حاجات في النص. في مشكلة دلوقتي حصلت وداني اتسدت. ده بقى من الهوا بقى. أوف على الجمال. أوف. ده ألمانيا كلها يا جماعة. ألمانيا كلها. بصوا تعالوا نبص بصة كده تحت بقى معلش عشان أنا خايف أصلا. فاحنا هنا في اعلى الحاجات. حتى ده كمان في برج هنا تاني قدامنا اقصر شويه بس هي حاجه جميله ومكان لازم تزوروه. صباح الفل يا رجاله. النهارده اخر ايام ليا في المانيا فرانكفورت. كنت حابب قوي اعمل تجربه كده زي اللي احنا عملناها قبل كده بتاعه اخطر جسر معلق في العالم، وتقدروا تشوفوا طبعا الفيديو ده في اليوتيوب او ممكن يظهر لكم اللينك بتاعه فوق تحت يمين شمال معرفش. وما تنسوش برضو تتفرجوا على التجربه بتاعه ارخص طيران في العالم اللي هي راين اير، اللي هي تلف اوروبا كلها ب 200 جنيه مصري، وركزوا 200 و150 كمان. كنت حابب بقى النهارده اعمل حاجه جديده كده ومجنونه. انا بصور دلوقتي لان انا تايه وطلعت مدينه جنب مدينه فرانكفورت، ان انا بقالي ساعه الا ربع بلف بحاول ادور على مكان اركن فيه مش عارف. فقلت اطلع اتكلم معاكم وقدامي تريلا كده بقى ولا مش عارف دي. هركن العربيه وهطلع اصور حاجه تحفه من اعلى الابراج في العالم. برج اسمه ماين تاور، ده البرج الرئيسي بتاع المانيا. تجربه جديده زي بتاعه الجسر المعلق، تجربه مجنونه هصور لكم وهنستكشفه سوا. بس يا رب الاقي ركن الاول لان انا مش عارف اركن خالص. بقالي ساعه الا ربع ودخلت مدينه تانية جنب فرانكفورت لان تهت. كنت فاتح 2 نافيجيشن والاتنين ضربوا في بعض، ودلوقتي انا ماشي في مكان اصلا مش عارف انا فين. ربنا يستر. المهم اول لما هركن هدخل جوه وهفتح الفيديو وهصوره من اوله لحد اخره. انا ما عنديش اي خبره، انا هوريكم الموضوع زيكم. احنا الاثنين هنستكشفه سوا مع بعض. تجربه جديده غريبه ان احنا نشوف فرانكفورت كده كلها من فوق، دي حاجه جديده وغريبه بس انا متحمس. يلا رجاله اشوفكم اول لما اركن العربيه وادخل البرج ده. نهاركم زي الفل. في اليوم اللي قبل الأخير ليا في ألمانيا كان نفسي أعمل تجربة جديدة ومختلفة زي اللي عملتها قبل كده على أخطر جسر معلق في العالم. وطبعا تقدروا تشوفوا الفيديو ده على القناة في اليوتيوب. وبالفعل نجحت في إن أزور واحدة من أعلى ناطحات السحاب والأبراج في العالم، وتحديدا في ألمانيا، وهو البرج الرئيسي واسمه ماين تاور. ده أعلى برج في فرانكفورت، بيكشف لك فرانكفورت كلها زي برج القاهره كده مثلا. ركنت العربيه وقلت لازم ادخل اصور، حتى كمان مش ماسك الجيمبل الحامل بتاع الكاميرا ولا الكلام ده كله. انا طالع كده اهو بس بالميكروفون لان ده كان سهل احطه هنا في جيوبي. فتشوني وعملوا حاجات غريبه كده اهو. فانا الموضوع ده بالنسبه لي كان نفسي اعمله لان انا مسافر بكره ما كانش في وقت. فانا هعمله لكم دلوقتي بسرعه نستكشفه سوا. هوريكم بقى التفاصيل جوه لما ادخل. 54 دور طالعينهم دلوقتي حالا تقريبا. انا هقعد لي بتاع 15 دقايق كده اهو. 53 54 هم دورين في الاخر بس مفيش حاجات في النص. وبيتكون البرج ده من 56 دور على ارتفاع 787 قدم. في مشكله دلوقتي حصلت ان ضغط في وداني زاد زي كاني في طياره وداني اتسدت. انا بستكشف معاكم خدوا بالكم، يعني انا زيكم بالظبط، معرفش الموضوع ده تفاصيله والمفروض ان انا وصلت. وتم الافتتاح الرسمي للبرج ده يوم 28 يناير سنة 2000. بس في يونيو 2015 جت شركة نورث ستار رياليتي فاينانس اوف نيويورك بعمل اتفاقية على استحواذ البرج ده مقابل 540 مليون يورو. اوف، فرانكفورت كلها. اوف، هو في دور تاني على فكرة. نطلع بقى بسرعة عشان نفهم الموضوع. ده بقى مني للهوا بقى. ده هنا انا بقى كده طلعت في الهوا سوا. اوف على الجمال. اوف 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 على الجمال. تجربة اعلى برج في المانيا، شايفين؟ والناس ورانا هنا اهو. ويعتبر البرج ده من أهم المعالم السياحية في ألمانيا اللي اتعملت من فترة قريبة جدا، وهو علامة من العلامات اللي بتدل على المدينة دي بشكل خاص ودولة ألمانيا بشكل عام.
البرج ده هو البرج الوحيد من ناطحات سحاب ألمانيا اللي فيها تلسكوبات تقدر من خلالها تشوف فرانكفورت كلها. ده في تلسكوب اهو. خلينا نروح. التلسكوب ده طبعا بقى ايه، مش هنشوف منه اي حاجة، بس ده موضوع ده. يا نهار اسود جمال. شايفين؟ ده ألمانيا كلها يا جماعة، ألمانيا كلها. هنا مثلا أول فرانكفورت، وده في الأواخر أهو. فرانكفورت حدودها كلها قدامكم، حدود فرانكفورت كلها. ده أعلى برج في ألمانيا، يعتبر من أعلى الأبراج في العالم. ده شغل جامد، ده شغل جامد، وكاميرات في كل حتة هنا. وبسبب ان البرج ده مكانه في قلب مدينة فرانكفورت، فانا عايز اقول لكم ان بيجي كمية ناس على مدار السنة لا حصر لها. بصوا يا جماعة، انا كده عامل لكم لقطتين في فرانكفورت في ألمانيا، المدينة اللي انا كنت فيها بتاعة الكوبري المعلق، اكبر كوبري معلق في العالم، ومن اعلى الابراج اللي في العالم اللي هو البرج اللي في فرانكفورت ده. بصوا حتى الابراج التانية اقل. البرج اللي هناك ده حجمه اصغر. البرج اللي هناك اللي شبه برج القاهرة ده، معرفش شايفينه ولا لا، اللي هو لونه اخضر ده تقريبا، ده اصغر في الحجم. فاحنا هنا في اعلى الحاجات يعني. حتى ده كمان في برج هنا تاني قدامنا اقصر شوية. بصوا تعالوا نبص بصة كده تحت بقى، معلش عشان انا ايه خايف اصلا. ده هنا مثلا بيوصف لك البرج ده ايه، والبرج ده ايه، والبرج ده ايه. الرجالة بقى اللي بتتكلم الماني هنا ايه، تدخل بقى في الكومنتات وتترجم لنا الكلام ده. تعالوا نبص كده على الناحية التانية، بيشرح لك البرج بس المباني بقى اللي من الجنب ده تقريبا، لان ده مش نفس اللوحة اللي فاتت. تجربة سريعة خفيفة بس جميل. فرانكفورت كده تطلع وتستكشف العالم ده كله كده من وراك، ده انت يعني في جو تاني خالص. بس هي حاجة جميلة، حاجة جميلة، ومكان لازم تزوروه، من أعلى الأبراج في العالم وأعلى برج في ألمانيا. وكان الهدف الرئيسي من بناء البرج ده هو إنه يكون برج التجارة الرئيسي الخاص بمدينة فرانكفورت. كل فلوج هنختمه هقول لكم الفلوجات دي أنا بعملها عشان أفيد إخواتي والناس اللي بتتابع القناة، وأنا بعمل حاجة أنا بحبها بصراحة، فخور إن أنا بعملها، وأنا بحاول دايما أقدم لكم محتوى محترم شياكة مفيد. ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، فعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم أول بأول كل الفيديوهات الجديدة، وشيروا الموضوع ودعموا القناة واكتبوا كومنتات عشان ده بيساعد القناة جدا ان هي تكبر بسرعة، لان التارجت بتاعي كبير قوي وحلم كبير جدا مش هيحصل غير بيكم ومعاكم، وهو ان انا اوصل ل1,000,000 مشترك في خلال سنة. دي صعبة، انا لوحدي ما اقدرش اعملها، انا لازم اعملها معاكم، انتوا اللي هتعملوها مش انا. السلام عليكم.